صباح الخير إن كان صباحا، ومساء الخير إن كان مساء. معنا الآن عملة مصرية فئة 1 جنيه تذكارية لإمام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله. زي ما احنا شايفين إن هو وجه العملة الأول يحمل صورة الإمام محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه، وهو يحمل مصحفه أثناء إبداء خواطره عن كتاب الله. والوجه الآخر جمهورية مصر العربية، جنيه واحد، 1419 هجرية، 1998 ميلادية. وأعتقد أن الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه توفى عام 1997 ميلادية. ويحمل سورة المصحف كتاب الله القرآن الكريم، وشمس تنبثق من المصحف، دليل على أن كتاب الله أنار الدنيا كلها بفضل الله. تذكارية الإمام الدعاء. هذه عملة فضية. العملات الفضية تذكارية تصدر من مصلحة سك العملة، يشتريها الناس ثم يبيعها لتحقيق مكسب. لو انت حضرتك عايزها، يمكنك التوجه مباشرة إلى مصلحة سك العملة عند محطة سعد زغلول، عند محطة مترو سعد زغلول. تسأل هناك، تنزل على محطة سعد زغلول مترو الأنفاق في القاهرة، تنزل هناك وتسأل على مصلحة سك العملة. 1000 مين يدلك هناك على مكانها. تنزل حضرتك، تنزل تسأل، هتلاقي العملة دي بإذن الله بالسعر الرسمي، وهتاخد طبعا معاها فاتورة، وهتاخد معاها شهادة بمواصفات الجنيه، وزنه وعيار الفضة، لأن هو من معدن الفضة. أفضل طبعا من إن أنت تشتريها من حد، لأن مثلا ممكن تلاقي الجنيه ده ب145 جنيه هناك، وأنت تشتريه ب500 ولا 600 ولا 560 ولا كده يعني. لكن هو هناك هتشتري بالسعر الرسمي، ولو حبيت تبيع هتقدر انت تبيعه بسعر رسمي، بسعر فوق السعر الرسمي، وتحقق مكسب، او تحتفظ بيها في ألبوم عملاتك، او تحتفظ بيه كمعدن نفيس عندك لحماية مدخراتك زي ما انت عايز. وطبعا لما بتكون تشتريه من مصلحة سك العملة يبقى مضمون، غير متعرض لأي غش أو حاجة لا قدر الله، في حالة لو اشتريته من السوق يعني. أرجو إن حضراتكم يكون هذا الفيديو إعجابكم، والعملة حازت إعجابكم، وتعملوا لايك للفيديو إذا أعجبك، وفي حالة لم يعجبك تعمل ديسلايك، لكن هو إن شاء الله يعجبك وتعمل لايك. وأتمنى إن حضراتكم تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة. لا تنسونا من الاشتراك في القناة، فضلا وليس أمرا، رجاء اشتراك في القناة واعمل لايك للفيديو. شكرا لكم دائما أينما كنتم.